السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله على اصحاب برج القوس بالسعادة والفرح والهنا بامر الله تعالى. اصحاب برج القوس في كل العالم كله ان شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض التوقعات. اتمنى انها تكون توقعات خفيفة على قلبكم، وفي نفس الوقت بامر الله ايجابية ان شاء الله. هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أصحاب برج القوس، بشكر كل متابعين الكرام وكل الناس الحلوة الجميلة أصحاب برج القوس اللي دايما بتتابع باللايك والاشتراك في القناة، ودايما بتدعم قناة برج القوس. بشكركم جدا 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 على كل ما تقدموه لدعم قناتكم الجميلة قناة برج القوس. والأول مرة بيشوف معانا القناة يبتدي ان هو يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصلوا ان شاء الله كل فيديوهاتنا بأمر الله تعالى. هنسمي الله. بفكر حبايبي واصحاب برج القوس باللايك يا حبايبي عشان ده اللي بيدعم القناة. برج القوس، برج القوس، لو فيه مال عندك متأخر هيجيلك. لو فيه مال عندك كان متأخر ابتدى تحريك طاقة المال ان شاء الله بعد ما كان فيها خمول. كم يعني من اوقات كده مثلا من 15 يوم 20 يوم كان فيه خمول في طاقة المال. لا دلوقتي هنقول طاقة المال شغالة اهيت الحمد لله. ان شاء الله عندك مال هيوصلك بأمر الله تعالى. اول دفعة من المال هتكون بسيطة، التانية هتكون كبيرة جدا بأمر الله. عندك امر بالمحكمة اتأجل قبل كده وهيتأجل تاني، ما تقلقش لان هو اتأجل مرة وهيتأجل التانية والتالتة ان شاء الله. بعد كده هيكون في بأمر الله سمع خير في موضوعك بأمر الله تعالى. في شخص هيعرض عليك امر، ممكن يكون امر زواج، وعلى الأغلب شراكة. يعني المهم هيتحسن الأمر يعني بالموافقة يعني، وده هيكون شيء كويس ليك جدا جدا. في أخ عامل لكم مشاكل أو أخت يعني أو حد مقرب عامل لك مشاكل كتيرة جدا جدا، مع إنه هو يعني يمكن عنده تعب او عنده مرض نفسي او حاجة زي كده، بس ولكن هو مأثر عليك جدا جدا وعلى طاقتك. انت مش عارف تعمل ايه، يعني كل ما تقول خلاص انت هتشيل ايدك من الموضوع ترجع. يمكن بيكون مثلا الشخص ده بيصعب عليك او بتفتكر منه حاجات معينة. انت عندك مساعدة للشخص ده تاني، هتساعد الشخص ده تاني، هتساعده مع ان في ناس كتير اتخلت عنه. وانت اصلا مفيش حد بيساعدك، بس انت عايز تعمل شيء لله او بيصعب عليك الشخص ده. هو ان كان مقرب من الدرجة الاولى او حد يعني كان صديق ليك مثلا، او بس هو متهيألي هو يعني الواضح ان هو قرابة. هتساعده تاني وهتقف جنبه تاني وتسنده تاني. في ورقة في السفارة، يمكن هي ورقة او ورق، الورق ده او الورقة دي واقفة على حاجة، يعني واقفة على حاجة لسه ما كملتش. ست زهقان جدا من ناحية الموضوع ده، انت عايز الموضوع يخلص، يعني عايز الورق ده يخلص او الورقة دي بالذات. فهي هتاخد بس يعني شوية وقت كمان وان شاء الله هتعدي على خير بأمر الله. الايام دي عايز تكسب اكتر من لغة مهمة جدا في حياتك العملية.
عايز يكون مثلا عايز تثقف نفسك آه، من ناحية اللغات، عايز يبقى عندك أكتر من لغة تكتسبها. هيكون في مجالك، هيساعدك في المجال اللي انت فيه جدا، هيطور من الشيء اللي انت موجود فيه. بتشتغل على نفسك كويس جدا الايام ديت، برغم ان في ناس قاعدين لك كده بالمرصاد وحاطين كده الكراسي وعايزين يشوفوا بقى حضرتك هتعمل ايه وايه اللي هيجرى عليك. وفي ناس متراهنة عليك كمان، يمكن يكون في العمل كمان في ناس متراهنة عليك ان هم يطيروك من ارض العمل ده. يعني مش عايزينك اصلا متواجد في المكان، بس انت لا، على مين؟ انت فعلا مركز قوي، فاتح عينيك، ما يهمكش اي شيء، اي كلمة تتقال ليك هي تعطيل، ولكن ما تبصش وراك ابدا، وانت عارف النظام وعارف الكلام ده. انت فقت لنفسك مؤخرا، يعني انت كنت كل حاجة بتاخدها على اعصابك وقلبك واحساسك والكلام من ده، ولكن لما فقت لنفسك بقى ابتدت الطاقة الإيجابية تدخل حياتك وتغذي روحك. فخلاص انت عرفت الناس ديت ماشي، وبتعلم عليهم، وما يهمكش اي شيء منهم، لانك انت التوب، انت الصح، انت اللي هتوصل بامر الله. حتى لو كانت في بعض العكوسات في حياتك او في ممر اللي انت بتمشي منه، تأكد ان العكوسات ديت ان شاء الله هتنتهي بامر الله، طالما انت عندك عزيمة وإرادة قوية. ما يهمكش من أي شخص ولا من أي شيء. ناس كتير حاولت توقعك، لكن قدرة الله أعظم من أي شيء. انت معاك ربنا دايما، وبتقول يا رب دايما، وما بيهمكش ان شاء الله من اي حد خالص. مؤامرات كتير عليك يا برج القوس، ناس عايزة تطيرك من مكانك في عملك، وناس عايزة ان انت تفشل في حياتك الزوجية، وناس عايزة تقفل بيتك وتخربه. ناس يعني كل واحد على حسب البيئة بتاعته واللي هو فيه. دايما صاحب برج القوس بيعتمد الاعتماد الكله على احساسه، يعني احساسه بيوديه للشيء ده بيقول امين، احساسه بيخوفه من الشيء ده بيقول لا انا لا مش عايز. بيعتمد كليا على احساسه. طيب انا عايزاك كمان مع الاحساس ده وتكون طاقتك ايجابية، لان طاقة ايجابية مع احساس قوي جدا يعني صدقني هتوصل لمرادك وهدفك بامر الله. لان في اشخاص كتير محيطين بيك، انت ما تعرف، يعني انت اصلا مش حاططهم في دماغك اصلا، ولكن هم عايزين يحطموك، وعلى الاغلب منك، يعني اللي منك هم اللي اذينك اكتر كمان. بالنسبة للشريك والعاطفة، طبعا احنا عارفين ان لو في طرف تاني او تالت عند الشريك ده، فيه رابع كمان، يعني في ناس كمان عندها يعني طرف رابع كمان. يعني ايه ده؟ يعني الشريك يعني ده انسان هواوي، وفعلا من برج هوائي كمان. وعندنا كمان برج الاسد برضو والعقرب. الناس ديت يا جماعة عندها علاقات متعددة، عندها علاقات متعددة. ما تحاولش ان انت تتمسك قوي يعني لا، انت كل ما تتمسك تحس ان انت ماسك هوا في ايديك. الشريك كلمة توديه وكلمة تجيبه. طبعا هنقول الطرف الثالث، خلي الرابع على جنب، هنقول الطرف الثالث مش طايقك خالص. مؤخرا طبعا كان عامل لك سحر تفريق، مش عاوز ان انت تبقى موجود في العلاقة خالص، مع انك انت مظلوم فيها ومش بتاخد حقك زيه، وعلى الهامش نقدر نقول على الهامش وراضي ومستحمل، وبتقول ماشي وانا مستحمل. وبرغم ده كله الطرف التالت عايز يطيرك خالص من مكانك. انت بتحاول وبتجاهد، سيبها على الله، خليك زي ما انت، بس يعني ايه، حصن نفسك شوية، حصنوا نفسكم اصحاب برج القوس، لان طبعا احنا ابتدينا دلوقتي في الشهب
الشهب دوت طبعا ابتداء من ليلة أمس امبارح، وللأسف يعني وربنا طبعا ينتقم من كل ساحر بأمر الله. كان أمس هو يعني ليلة ابتداء الأسحار والتفرقة وحاجات كتيرة جدا جدا سلبية الحقيقة. ومش هنتكلم في الموضوع ده كتير عشان ناس كتير تستفاد بالكلام آخر يعني. شخص من برج العذراء بيحبك من الماضي. هو في شخص من الماضي من برج العذراء بيحبك جدا جدا، كتوم جدا جدا على الحب دوت. حاولت تدي نفسك فرصة معاه، ولكن طاقة هوائية مسيطرة عليك. عندك حضور مناسبة سعيدة بأمر الله إن شاء الله. في أكلة حلوة كده معينة نفسك تاكلها من إيد حد بتحبه، هتطلبها من حد عزيز على قلبك يعني. في حد عايز يرجع زي أولاده، يرجعهم لحضنه يعني، بس الولاد دي في سفر يا جماعة، الولاد هنا في سفر، هو عايز يرجعهم لحضنه. بيسعى إن شاء الله هيرجعوا لك بأمر الله. في حد غريب، في حد غريب هيدخل بيتك، في حد غريب هيدخل بيتك بحجة شيء، أمر معين، موضوع معين يعني. أنت مش هترتاح له أول ما هتشوف الشخص أو الإنسانة دي، مش هترتاح خالص. خلي بالك على أغراضك وحاجتك، خلي بالك. يا ريت إن أنت ما تقومش أصلا من مكانك لو الشخص ده أو الأشخاص دي دخلوا عليك. يا ريت إن أنت ما تسيبش المكان اللي هم فيه. حذر حذر الأيام دي، حذروا فعلا الأيام دي خطر على الأسحار والكلام ده كله، فخلي بالكم يا جماعة. في شراكة جديدة يعني هتخبط على بابك، شراكة هتوصل إن شاء الله، هتوصل. لو ليك مستحقات هتوصلك. في ناس هتنبهر بيك يعني، في ناس في العمل هتنبهر بيك، هيحاولوا ان هم يشاركوك في حاجة او تشاركهم انت في شيء، وهتكون ان شاء الله وش السعد عليك بأمر الله. في موضوع محيرك، هي يمكن انت هتسيب مكانك، بس في مشاكل عبال ما تسيب المكان اللي انت فيه دي، ده هيبقى فيه مشاكل كتير يعني. انت عايز مكان معين، انت عايز مكان معين، ومش عايز حد يعرف كمان قبل ما تنقل النقلة دي بالذات. أصحاب برج القوس حبايب قلبي، أتمنى لكم كل الخير وكل السعادة. أتمنى منكم اللايك والاشتراك في القناة، بحبكم جدا.